حلقة قشطة ب25 وعزة ب25. لو هتضيف مكسرات هيبقى ب25 كمان يبقى ب50، بس احنا بنتكلم على السادة كده. حلقة قشطة اخد 11 وعندنا جيلاتي عزة اخد 10، ونعلن فوز حلقة قشطة ووصوله للنهائي وخروج جيلاتي عزة. ندخل بقى في الفاينل. خلاص كده عرفناه. عندنا حلقة قشطة وعندنا بلبن وعندنا عصير مكة. فلوهم انا واحد فاكر الطعم يعني ايه، مش بعيد. فبالنسبه لي المواجهه كده عندنا النهائي بلبن حلقة قشطة وعصير مكة. اعلن فوز بلبن المركز الاول، المركز الثاني هديه الحلقة قشطة، المركز الثالث هديه العصير مكة ان هو اقل دسامه واقل كريميه في الرز بلبن والكرمشه قليله، فهدي اديله المركز الثالث عصير مكة. اما الرابع والخامس والسادس هدي الرابع هديه الاصدقاء، الخامس هديه لجيلاتي عزة، والاخير هديه للزراعة مدارس الزراعة اللي بتقدم منتجات الألبان، هيبقى المركز الأخير. وده ترتيب اللعبة من وجهة نظري بقى الشخصية. بلبن حلقة قشطة المركز الثاني، المركز الثالث هديه للأصدقاء، المركز الرابع هديه لعصير مكة، المركز الخامس هديه لجيلاتي عزة، المركز الأخير هيبقى مدارس الزراعة زي ما هي موجودة. فبس ده من وجهة نظري، وكل ده يعني ايه الاكل وجهات نظر، دي وجهة نظري. وطبعا لو عجبتكم الحلقة متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابعني على السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن، واشوفكم في حلقة جديدة من دوري ابطال الاكل على سبراي فود. ودي كانت حلقة الرز بلبن، فلو عجبتكم متنسوش الدعم. دي طبعا المحلات ديت ممكن نعمل منها جزء بارت تاني. في اسكندرية في محلات لسه برضو في اسكندرية معرفناش نجيبها، وفي القاهرة طبعا في محلات نفس الفكرة، هنبقى نعمل لها جزء تاني بإذن الله. ودي المحلات اللي كانت معانا النهاردة اللي موجودة في اسكندرية والقاهرة. فنشوفكم في فيديو جديد. سلام.